النظام وحباشاته يعشقون رواية الفتنة والعصابات المسلحة والمؤامرة، فهي من اختصاصهم، لكنهم يرتعشون من كلمة على سور البلدية، أو مظاهرة تنادي بالحرية، أو منشور في حارة دمشقية، أو نافورة بلون دماء الشهداء الزكية. استخدامهم للدبابات ليس دليلا على القوة، بل اليأس. كذلك فإن لجوءنا نحن إلى السلاح لن يحقن الدماء، بل سيزيد من غزارتها، ولن يعجل بالحسم، بل سيؤجله، ولن يبني لنا دولة، بل سنتحول إلى مجموعات مسلحة يضرب بعضها رقاب بعض، وتمول كل طرف جهة الله أعلم بنواياها وأهدافها. أحب أن أذكركم بأن 30 دولة كانت تبيع السلاح لطرفي الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات. إسقاط النظام ليس سوى الخطوة الأولى على طريق شاق وطويل وشائك، وإذا بدأنا منذ الآن بالتعويل على العنف لن نتمكن من بناء وطن حقيقي أبدا. وعند كل أزمة أو منعطف رح يطلع بيننا من يقول هيا إلى السلاح. أهم جانب من جوانب الثورة هو تربية المواطنين على العمل والبناء والمشاركة والتفكير والعقل، وليس ترسيخ الإيمان بأن السلاح هو الحل الوحيد. يا شباب، هل بيننا من يشك أن النظام سيسقط؟ هل بيننا من يظن أن الثورة ستفشل؟ أنا واثقة أن الثورة ستستمر وأن النظام سيسقط، لكن ما أخشاه هو ما سيحصل بعد سقوط النظام. فإذا أسقطناه بسلميتنا سنتمكن من عمل كل شيء بعد ذلك. أما إذا لجأنا إلى السلاح فسنضع مصيرنا بيد أصحاب المال وتجار السلاح ورجال العصابات ودول أخرى دعمت الأنظمة الاستبدادية أو سكتت على مجازرهم طوال عقود. أنا لا أتحدث عن حق الإنسان في الدفاع عن عرضه وماله وبيته عندما يتم اقتحامه بدون إذن وخارج سياق القانون. أنا أتحدث عن ثورة الحرية والكرامة والعدالة والمساواة التي تهدف لإسقاط النظام وبناء الديمقراطية. فهذه هي الثورة السلمية والتي ستبقى سلمية. هل تحتاج لمزيد من الأفكار؟ تابع معنا روزنامة الحرية.